السلام عليكم، شلونكم اخباركم؟ ان شاء الله زينين. وياكم احمد. هواي من عندكم يسالون سؤال بالتعليقات وبالرسائل واللي هو الحق لو ما الحق، وهذا السؤال اكيد يتكرر ببالكم يوميا، تمام؟ بكل لحظه ممكن يتكرر ببالكم اللي هو الحق لو ما الحق، انا ماجل ماده مادتين الى اخره، الحق لو ما راح الحق. فشوفوا حبايب، الجواب بكل بساطه، اذا انت بقيت تفكر بهذا السؤال فصدقني ما راح تلحق لا اليوم ولا باكر ولا حتى بعد سنه، لان انت اليوم من تفكر بهذا السؤال انت ما تفكر انه اليوم شنو تقرا وشنو ما تقرا، انت تفكر بالنتيجه، تفكر بشيء غيبي بالمعدل، ما بالك مو يم المواد، بالك انه يم المعدل والنتيجه، وهذا الشيء مو بيدك، هذا الشيء ما يعلم به احد الا الله سبحانه وتعالى. فعقلك من راح يشوفك يجي تفكر، عقلك راح يخاف، وعقلك من يخاف ما راح يقول اليوم انا شنو اقرا وما اقرا، عقلك راح يخاف، ومن يخاف شيء عقلك من المجهول دائما يحاول يبعدك عن الضغط والتوتر، ويحاول يبعد نفسه عن الضغط والتوتر، فيزرع ببالك افكار، هاي الافكار هي الماده هوايه، ما راح نلحق، الوقت ضيق. شوف طبعا المحاضرات اللي انت كنت تقراها بسهوله تشوف 4 ساعات 5 ساعات، لا الماده طويله وما نلحق، عوف لما نقرا وخلنا ناجل، وغيرها من الافكار اللي عقلك يزرعها ببالك بس على مود تمام شنو تسوي، بس حتى ما تتعبه وما تحط عليه ضغط وجهد زايد، فعقلك خايف، وهذا الخوف والوهم والتوتر كله تحت سيطرتك انت، يعني الخوف مجرد فكرة وانت تسيطر على هاي الفكرة، مو هي تسيطر عليك، فتقدر انت تجبر عقلك، الحل هو بس تجبر عقلك وتجبر نفسك بورقة واحدة، لو ورقة واحدة يوميا صدقني، ورقة اليوم باكر تصير ورقتين، بعدها تصير ثلاث ورقات، وبعدها تصير فصل كامل، وبعدها يصير كتاب كامل. فانت بس اجبر عقلك تدرس، صدقني راح يجي وياك على اللي تريده انت، بس انت من تفكر بشيء غيبي، بشيء ما يعلم به الا الله سبحانه وتعالى، فصدقني راح تبقى تفكر اليوم وباكر وبعد سنه، وبالتالي انت اصلا ما راح تلحق اذا بقيت تفكر بهذا السؤال. فخلي ببالك دائما النتيجه بيد الله سبحانه وتعالى، والسعي بيدك، اللي عليك انت وواجبك انت تسعى، والكاتب الله هو الخير، ومو شرط اليوم احنا الا نطلع معدل عالي، ومو شرط اللي احنا نطلع طبيه وهندسه وغيرها، ممكن اللي الله سبحانه وتعالى واللي هو اكيد يعني اللي الله سبحانه وتعالى كاتب لنا اياه هو الخير، واللي هو به خير انه هواي ممكن تشوف انت اول ما تطلع النتيجه او شيء مو اللي انت تريده وتزعل وتضوج، بس صدقني بعدين راح تشكر الله سبحانه وتعالى لان كتب لك هذه الفرصه. فانت لا تخلي ببالك النتيجه، خلي ببالك بس السعي، شنو اقرا اليوم وشنو اقرا باكر، هذا اللي خليه بالك، لا تفكر بالنتيجه او بالمعدل، اسعى والله سبحانه وتعالى راح يكتب لك الخير 100%. فاتمنى لكم كل التوفيق. رابط قناتنا بوصف الفيديو اذا تحبون تنضمون قناه التليجرام، واتمنى لكم كل التوفيق ويا رب النجاح والمعدل العالي، وخلي ببالكم النتيجه بيد الله سبحانه وتعالى، والسعي بيدنا احنا، تمام؟ فاحنا نركز ونقرا ونعوف الافكار السلبيه وغيرها، لان ماكو حل غير هذا الشيء، نجبر عقلنا ونجبر انفسنا انه نقرا. اتمنى لكم كل التوفيق يا رب النجاح اللي تتمنوه.